السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله نحل مع بعض تدريبات كتاب الامتحان دراسة أولى إعدادي من صفحة 77 ل 81 الترم التاني. يا شباب يا ريت يا أبطال ما تنسوش تعملونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. طبعا بعد قراءة النص بيتكلم طبعا عن الأوامر الصادرة من الخديوي إسماعيل. بيقول لك في ضوء النص السابق أجب علامة بتدل الأوامر اللي أرسلها الخديوي إسماعيل لحكم دار السودان وحكام الأقاليم الإفريقية التابعة لمصر. هتقول له بتدل الأوامر التي أرسلها الخديوي إلى حكم دار السودان وحكام الأقاليم التابعة لمصر. هتقول له على إيمان مصر بدورها الحضاري في القارة. يعني ممكن تكتب من أول هنا، هتقول له على إيمان من أول نوع على إيمان مصر بدورها الحضاري في القارة، يعني تكتب من أول على بس خلاص عشان ما طولش عليك الإجابة. طيب استنتج أحوال الأقاليم الإفريقية تحت حكم الخديوي إسماعيل. هتقول له تحقيق الأمن والرفاهية في تلك الأقاليم وازدهار التجارة بين جميع أنحاء الأقاليم. يبقى تحقيق الأمن والرفاهية في تلك الأقاليم وازدهار التجارة بين جميع أنحاء الأقاليم. ابحث عن المشروعات التي أقامها الخديوي إسماعيل في الأقاليم الإفريقية بهدف تنميتها ولخصها في عرض تقديمي. أنا كتبت لك الأسماء المشروعات. هتقول له مشروع استقلال مصر ومشروع ترعة السويس وحفر ترعتي الإبراهيمية والإسماعيلية، ولو بحثت هتلاقي في أكتر من كده كمان. طيب السؤال رقم 1 هنا بيقول لك استنتج من النص السابق صفات الجيش المصري. هتقول له الشجاعة والإقدام والتضحية. الشجاعة والإقدام والتضحية. استخدم شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وابحث عن حروب دخلتها مصر لمساعدة بعض الدول العربية الأفريقية. هتقول له حرب الخليج وشاركت في حرب تحرير الكويت وكمان حرب الرمال والحروب الأهلية النيجيرية. خلاص يا شباب كده حلنا صفحة 77. ننتقل إلى صفحة 78. يلا يا شباب بيقول لك هنا وضح أهمية التعاون بين الدول العربية والإفريقية في مجال السياسي والعسكري. هتقول له بيساهم ذلك في تحقيق التعاون والصداقة بين الدول العربية وتعميق العلاقات السياسية وزيادة التعاون العسكري ومواجهة أي صعوبات أو تحديات. يبقى دي إجابة السؤال رقم ج، أهمية التعاون يا شباب بين الدول العربية والإفريقية. تعال نشوف مع بعض تاني كده. ده هنا عايزك تكتب بقى هنا بيقول لك مراجع ومواقع إلكترونية تكتبها هنا. خلاص يعني ده نظام هيبقى محتاج حاجة كبيرة جدا، يعني ورقة كبيرة تكتب فيها، فسؤال يعني مش ذو قيمة يعني. نيجي هنا بقى لمهارات التفكير. بيقول لك فكر واجب، اكتب صح وخطأ. شهد عصر أو عهد سعيد باشا زيادة في الرحلات الأوروبية لاستكشاف القارة الإفريقية. صح. أبقى الخديوي إسماعيل على التقسيم الإداري الذي كان متبعا في السودان قبل عهده. تقول له خطأ. اهتم عباس باشا الأول بالكشوف الجغرافية في إفريقيا. هتقول له خطأ. هنا بيقول لك بما تفسر بيكتفي بسببين، يعني اكتب لي سببين بس. توقف الكشوف الجغرافية المصرية لإفريقيا. هتقول له نتيجة المعوقات البشرية ومعوقات طبيعية. طب معوقات بشرية زي ايه؟ هتقول له زي سوء الأوضاع الداخلية لمصر. طيب المعوقات الطبيعية هتقول له عدم صلاحية معظم الأنهار والبحيرات الداخلية للملاحة وضيق الطرق البرية. يبقى عدم صلاحية معظم الأنهار والبحيرات الداخلة للملاحة وضيق الطرق البرية. اهتمام الخديوي اسماعيل بارسال الحملات والرحلات الاستكشافيه لافريقيا. تقول له استكمال ما بدأه محمد علي وسعيد باشا في محاربه تجاره الرقيق واستكمال مسيره جده في مواصله الكشوف الجغرافيه لمنابع النيل الاستوائيه. تاني، اهتمام الخديوي اسماعيل بارسال حملات ورحلات استكشافيه لافريقيا ليه؟ هتقول لي استكمال ما بدأه محمد علي وسعيد باشا في محاربه تجاره الرقيق واستكمال مسيره جده محمد علي في مواصله الكشوف الجغرافيه لمنابع النيل الاستوائيه. والسؤال ده مهم جدا وبيتكرر. طيب رقم ج بيقول لك اجب عن السؤالين التاليين. حدد اوجه الشبه بين اصلاحات كل من سعيد باشا والخديوي اسماعيل في السودان. هتقول له التقسيم الاداري بالسودان لمديريات مستقله والاهتمام بالبريد والقضاء على تجارة الرقيق. التقسيم الإداري بالسودان لمديريات مستقلة والاهتمام بالبريد والقضاء على تجارة الرقيق. دلل على صحة العبارة اهتم عباس باشا الأول بالتعليم في السودان. هتقول له أنشأ مدرسة ابتدائية في مدينة الخرطوم وجعل رفاعة الطهطاوي ناظرا لها. حلينا صفحة 78. ننتقل ل 79 يا شباب، يلا بينا. أسئلة كتاب الامتحان. بيقول لك هنا أكمل العبارات الآتية. أنشأ سعيد باشا للفصل بين الخصومات في الخصومات المدنية والتجارية بالسودان. هتقول له مجالس الأقاليم. طب قام الخديوي إسماعيل باستكمال ما بدأ محمد علي باشا وسعيد باشا في محاربة تجارة الرقيق بإفريقيا.
أرسل الخديوي إسماعيل رحلات استكشافية في القارة الإفريقية وصلت إلى بحيرتي هتقول له البرد وفيكتوريا. تم إنشاء فنار في ميناء بربرة على خليج عدن في عهد الخديوي إسماعيل. اختار الإجابة الصحيحة. إن مستقبل مصر في إفريقيا. وردت المقولة السابقة على لسان أحد خلفاء مصر على أحد خلفاء محمد علي وهو إبراهيم باشا. أنشأ عباس باشا مدرسة ابتدائية بالسودان في مدينة الخرطوم. قام سعيد باشا بعزل الموظفين المعروفين بسوء المعاملة في السودان وكان ذلك ضمن الإصلاحات الإدارية. تم تقسيم السودان ل5 مديريات تتبع وزارة الداخلية بالقاهرة مباشرة على يد سعيد باشا. تم اكتشاف الجهات الشرقية للحبشة في عهد الخديوي إسماعيل. تم مد خط سكك حديدية بمحاذاة نهر النيل بالسودان في عهد مين؟ هتقوله برضو الخديوي إسماعيل. تم إنشاء إدارة البريد في السودان عام 1873 بناء على أمر الخديوي إسماعيل بمدينة الخرطوم. واجهت مصر أثناء توسعها لاستكشاف أفريقيا العديد من المعوقات الطبيعية وبيخرج عنها المصاعب المالية في مصر. صح وخطأ يا شباب. اتخذ سعيد باشا عدة إجراءات لإشراك السودانيين في الحكم والإدارة. صح. كانت المجالس العرفية التي أنشأها سعيد باشا بالسودان أحد الإصلاحات القضائية. تقول له خطأ، ده كانت إصلاحات إدارية. أعفى سعيد باشا أهالي السودان من الضرائب المتأخرة عليهم وأسقط الضرائب عن الجنود. تقول له صح. أكبر اتساع منظم في إفريقيا للدولة المصرية كان على يد سعيد باشا. تقول له لا، خطأ، على يد الخديوي إسماعيل. سعى الخديوي إسماعيل لتأكيد الوحدة الجغرافية والاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل والشعوب الإفريقية. صح. على صفحة 79 يا شباب. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله من حل التدريبات والواجبات يا حبايبي. ربنا ينجحكم جميعا يا رب. طيب هنخش على صفحة 80. بيقول لك أرسل عباس باشا حملات ورحلات استكشافية لأفريقيا واستعان فيها بضباط أجانب ومصريين. هتقول له خطأ، ده كان الخديوي إسماعيل. أنشأ الخديوي إسماعيل بعض المدارس والمكتبات العامة في السودان ومنطقة القرن الإفريقي. صح. قام الخديوي إسماعيل بإصلاح مجرى النيل جنوب وادي حلفة. هتقول له صح. إلى من تنسب الأعمال الآتية. تولى نظارة المدرسة الابتدائية التي أنشأها عباس الأول بالسودان. هتقول له رفاعة الطهطاوي. أحد خلفاء محمد علي قام بتقسيم السودان ل 12 مديرية لكل منها عاصمة. الخديوي إسماعيل. أحد خلفاء محمد علي قام ببناء رصيف للسفن في ميناء بربرة. الخديوي إسماعيل. أسس إدارة للبريد بالخرطوم عام 1973 وأنشأ العديد من مكاتب التلغراف في المدن السودانية. برضو الخديوي إسماعيل. بما تفسر قيام سعيد باشا بزيارة السودان عام 1857. ليه سعيد باشا زار السودان؟ هتقول له لدراسة أوضاعها وتحسين أحوالها وتنمية مواردها والاهتمام بشؤون المواطنين. يبقى دراسة أوضاعها وتحسين أحوالها وتنمية مواردها والاهتمام بشؤون المواطنين. إنشاء سعيد باشا مجالس الأقاليم في السودان. هتقول له خفض الضرائب وتقسيطها وإعفاء الأهالي من الضرائب ومنع تجارة الرقيق. إقامة سعيد باشا معسكرا على نهر السوباط. تقول له لمنع تجارة الرقيق. إقامة الخديوي إسماعيل لنقاط عسكرية في المناطق التي وصلت إليها الرحلات الاستكشافية بإفريقيا. هتقول له يا بطل لتأمينها وحمايتها ورفع العلم المصري عليها. يبقى لتأمينها وحمايتها ورفع العلم المصري عليها. رقم 5. اهتمام الخديوي إسماعيل بالتوسع في زراعة القطن بالسودان. هتقول له لدعم الصناعات التصديرية. رقم 5 لدعم الصناعات التصديرية. طيب رقم 6. ازدهار حركة التجارة في السودان خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل. إجابته فوق أهي يا شباب، معلش أنا عاملة لك سهم، إنما إجابة السؤال الخامس جنبه على طول أهي. طيب إجابة السؤال السادس اللي هو ازدهار حركة التجارة في السودان خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل. هتقول له بسبب استقرار الأمن في المناطق الإفريقية وإنشاء العديد من الطرق والمراكز التجارية. يبقى بسبب استقرار الأمن في المناطق الإفريقية وإنشاء العديد من الطرق والمراكز التجارية. رقم 7. سوء الأوضاع الداخلية لمصر في نهاية حكم الخديوي إسماعيل. هتقول بسبب الأزمات المالية والسياسية. بسبب الأزمات المالية والسياسية. من النتائج اللي ترتبت على إرسال الخديوي إسماعيل عدة حملات ورحلات استكشافية لإفريقيا. تقول له توسيع حدود مصر نحو الجنوب وضم العديد من المناطق. النتائج اللي ترتبت على إرسال خريجي مدرسة الخرطوم إلى مصر لإتمام دراستهم في عهد الخديوي إسماعيل. هتقول له أدى إلى نبوغ عدد كبير من العلماء السودانيين في مجال الهندسة والمساحة والتاريخ. خلينا صفحة 80 يا حبايبي، ننتقل إلى صفحة 80 ننتقل إلى صفحة 81. يلا بينا. بيقولك هنا دلل على صحة كل عبارة من العبارات الآتية. اهتمام سعيد باشا بالإصلاحات الإدارية في السودان. هتقول له قسم السودان إلى 5 مديريات وعزل الموظفين وإنشاء المجالس العرفية.
اهتمام سعيد باشا بإصلاح بعض الأحوال الاجتماعية للسودانيين، هتقول له خفض الضرائب وقسطها، يعني تقسيطها يعني، وإعفاء الأهالي من الضرائب وإسقاط الضرائب عن الجنود. أراد الخديوي إسماعيل من توسعاته في إفريقيا تحقيق جوانب إنسانية، هتقول قام بإكمال ما بدأه محمد علي وسعيد باشا في محاربة تجارة الرقيق. انعكست النهضة العلمية بمصر في عهد الخديوي إسماعيل على السودان، هتقول له إرسال المعلمين وعلماء الأزهر ليقوموا بالتدريس في المدارس والمكتبات. واجهت مصر أثناء توسعها لاستكشاف جهات مختلفة من قارة أفريقيا صعوبات طبيعية أدى لتوقفها، هتقول له عدم صلاحية معظم الأنهار والبحيرات، وضيق الطرق البرية وكثرة تعرجها وغزارة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. ماذا كان يحدث إذا لم يهتم الخديوي إسماعيل بدعم الصناعات التصديرية بالسودان؟ هتقول له لم يتوسع في زراعة القطن. ما العلاقة بين توسعات إسماعيل في إفريقيا والتقسيم الإداري بالسودان وشرق السودان؟ هتقول له قسم السودان إلى 12 مديرية لكل منها عاصمة، وأنشأ 5 محافظات على الساحل الشرقي في إفريقيا. الأوضاع الداخلية لمصر في نهاية عهد إسماعيل وحركة الكشوف المصرية في إفريقيا، هتقول له أدى سوء الأوضاع الداخلية لمصر في نهاية عهد إسماعيل باشا إلى توقف حركة الكشوف المصرية في إفريقيا. السؤال العاشر، حرص خلفاء محمد علي على نقل المظاهر الحضارية والمدنية من مصر لجميع المناطق الإفريقية التي وصلوا إليها في ضوء العبارة وضح 2 من دوافع الخديوي إسماعيل لاستكشاف إفريقيا. هتقول له إيمانه في دور مصر في إدخال الحضارة الحديثة، والرغبة في استكمال مسيرة جده محمد علي في مواصلة الكشوف الجغرافية. طيب رقم 2، إحدى المعوقات البشرية التي أوقفت حركة الكشوف الجغرافية المصرية بأفريقيا، هتقول سوء الأوضاع الداخلية في مصر في نهاية حكم الخديوي إسماعيل والاستعانة بالأجانب وتعيينهم في الوظائف العليا. أهم إصلاحات الخديوي إسماعيل في الملاحة النهرية بالسودان، هتقول له إصلاح مجرى النيل جنوب وادي حلفة فأصبح صالح لمرور السفن، وإصلاح ترسانة الخرطوم. كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت يا ابطال ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله من حل التدريبات والواجبات. بالتوفيق والنجاح يا حبايبي، ربنا ينجحكم جميعا يا رب. مع السلامة.